وهلم جرة من هذا القبيل. في كتير 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 كتير، كل واحد بقى في دماغه ناسك خيال لنفسه وعايش حالة جواه نفسه لما يروح انا اوروبا عايز اسافر يحققها. بره وخلاص، بس في اي حته في اوروبا. لا هي مش ايوان اي حتة حته في اوروبا، المهم بالظبط ياخدها كده. كبدايه. ايوه. حلقه جديده من بودكاست اون تايم بعد الفطار مع ياسر. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ جون. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه قوي، غير الحجوزات غير الاسعار، هنتكلم عن الفيزا والاوراق المطلوبه. وده اللي هياخدنا لاول سؤال: ايه اكتر فيزا الناس بتسال عليه؟ اوروبا ليه؟ دي اكتر طلبا. الحلم بقى اللي في عقل كل واحد فينا ان اوروبا الجنه، ان هناك هشتغل وعلى قد تعبي هيدوني وهعمل ثروه بسرعه وهلم جره من هذا القبيل. في كتير 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 كتير، كل واحد بقى في دماغه ناسك خيال لنفسه وعايش حالة جواه نفسه لما يروح اوروبا انا عايز اسافر يحققها. بره وخلاص، بس في اي حته في اوروبا. لا هي مش ايوان اي حته في اوروبا، المهم بالظبط ياخدها كده. كبدايه. ايوه. انا بقى عايز اوصل لفين، هي دي بقى المرحله الثانيه في التفكير. وهو بقى ناس كتير يعني برضو مش فارق معاهم انا هسافر ازاي، هسافر بفيزا واحرقها واكسر الفيزا هناك واقعد وبعدين بقى بدور اعمل اقامه والكلام ده كله واوفق اوضاعي، او ان انا هسافر مثلا عن طريق مركب، او ان انا هسافر مثلا والفها واخدها لفه بقى من بلد لبلد لبلد لحد ما اوصل للمكان اللي انا عايزه. كل واحد بيبقى راسم طريق ومحدده وعارف هيمشي فيه ازاي. النقطه بقى هنا، طب انا اصلا لو هسافر شنجن، ايه الاوراق تمام. المطلوبه؟ بص، هي شنجل عموما او منطقه الاتحاد الاوروبي كلها بدون استثناء بتعتمد على حاجات معينه ثابته، قواعد ثابته. تمام. ايه هي؟ رقم واحد، باسبورك مهنتك فيه ايه، علشان لما احطه قدام القنصل واطلب منه فيزا كفيزا سياحه مثلا، الراجل ده يبقى مقتنع بان الشخص ده مع شغلته دي، مع العائد المادي اللي بيدخل له، مع الحساب البنكي اللي بيبقى موجود فيه رقم معين، فعلا قادر يسافر ويصرف ويرجع. ولازم أن تكون فيه قناعه داخل القنصل بانك هتسافر وترجع. اللي بيستحق فعلا انه يوصل لعنده هو ده الملفات اللي بتوصل له، وهي دي اللي بتاخد التاشيرات. غير كده الورق في المراحل الاولى للمراجعه، اللي ورقه مش قانوني واللي ورقه مش سليم واللي فيه حاجات مزوره واللي ورقه ضعيف والكلام ده كله بيرجع بياخد رفض. وبمنتهى البساطه احنا النهارده قلنا الباسبور والمهنه اللي موجوده فيه. 2، العائد المادي اللي بيجي من المهنه دي واللي بيخش البنك عن طريق تحويل بنكي جاي من الشركه اللي انا شغال فيها بالبوزيشن بتاعي فيها، انا بصرف منه قد ايه وبيتبقى منه قد ايه في البنك. ولازم يكون حركات الحساب كلها حركات طبيعيه. يعني ايه حركات الحساب البنكي حركات طبيعيه؟ يعني ما ينفعش النهارده اجي قبل ميعاد التقديم للفيزا واحط في الحساب مليون جنيه وانا مهنتي في الباسبور وانا مهنتي في الباسبور محاسب. طب انا على مدار السنين اللي فاتت دي ما عملتش مليون جنيه، قبل ميعاد التقديم بشهر حطيت مليون جنيه، جبتهم منين؟ ما كانش في سبب. القصه كلها ان تكاليف السفر دي تكون موجوده وجاهزه، طيب، وتكون جايه من مصدر شرعي، مش جايه من مصدر غير شرعي. اللي هو الايه؟ ان انا باجي قبل ميعاد التقديم وبحط في الحساب فلوس والكلام ده كله. 2، اللي بتخلي موقف الحساب البنكي ضعيف هو موضوع السحب والايداع فقط على الحساب. مفيش حساب طبيعي في اي بنك بتاع بني ادم طبيعي بيعتمد على السحب والايداع، لا، لازم يبقى فيه مصروفات بالفيزا، ودي اللي بتاكد صحه الحساب حتى لو الفيزا اللي معاك دي. بس لما بصرف منها فيزا الخصم المباشر دي بيبان على الحساب ان انا صرفت بالفيزا مبلغ قد كده دفعته في المكان الفلاني. دي حركات ما بتتزورش، لكن كشف حساب سحب وايداع سهل تزويره جدا، فبيبان ان ده لا مش مظبوط حتى لو الحركات اللي عليه حقيقيه بس بترفض. يبقى قلنا رقم 1 الباسبور، رقم 2 المبلغ المتبقي في حسابك البنكي وان حركات الحساب تكون طبيعيه، رقم 3 حاجه تثبت وتدي ايحاء للناس اللي بتراجع الاوراق دي ان انا راجع. زي انا راجل متزوج، يبقى بثبت ان انا متزوج وان انا ليا اولاد وان اولادي موجودين وامهم موجوده وهم في مدارس والكلام ده كله. ده سبب مقنع انك هتسافر وترجع. لو الام اللي بتقدم نفس الموال بكتب اثبات برضو او ببين اثبات ان الام دي عندها اولاد وفي مدارس وكاني وماني، ده دليل على ان الست دي هترجع تاني. وانا لازم اقدم للناس دي اوراق مقنعه، مش اقدم اي كلام وخلاص. هتيجي تروح للناس النهارده اقول لك انا هعمل لك الملف اللي بص ما يخرش الميه، انا ورقي مقنع بالنسبه لفيزا اليونان، ورقي مقنع بالنسبه لفيزا ايطاليا، ورقي مقنع بالنسبه لفيزا المانيا. ما هو كل واحد وعلى حسب ورقه الملف بتاعك ده يوديك فين. وده اللي بنعمله عندنا في اون تايم، ان احنا بنعمل تحليل دقيق جدا لكل ورقه بتتقدم في الملف. بعد ما بنعمل التحليل ده بنقول لك احنا هنكمل معاك في الملف ان احنا نجهزه لك وتقدم بيه، او نقول لك ما تجرأ، يعني ما تحاولش تدفع فلوس وتخسرها. انت اوراقك مش قويه وبالتالي انت مش هتاخد. انا ممكن يكون الباسبور بتاعي ابيض فاضي ما خدتش ولا فيزا قبل كده، بس
عندي اوراق مقنعه داعمه للباسبور بتاعي تخليني اخد الفيزا. يعني مش شرط ان يكون الباسبور فيه فيزا في اي دوله علشان اقدم على شنجل او غيره. الاثبات برضو اللي بيخلي او بيدي ايحاء للقنصل او للمراجعين ان الراجل ده راجع تاني، الاملاك. اما يكون عندي املاك شخصيه زي عربيه، زي بيت، زي ارض، زي مصنع، زي شركه وشغاله بقى لها فتره، بقدم الاوراق بتاعتها. الراجل ده مش محتاج يروح يسافر ويهرب هناك عشان يشتغل، ده الراجل عنده عنده املاك موجوده يرجع لها مكفياه وزياده. عندك بقى انواع الفيز الثانيه زي فيزه الدراسه، ودي بقى لها متطلبات وشروط ثانيه، ان انا ببعت الاول تقييم للدرجات بتاعتك مترجم، ببعته عن طريق الايميل للجامعه اللي انا براسلها، بتجيني الموافقه منها. بعد كده باخد الموافقه الامنيه من البلد اللي انا رايح اقيم فيها. بعد كده بنفتح حساب بنكي في البلد اللي هناك باسم الطالب اللي مسافر، بيتحط فيه المبلغ اللي هي شروط الجامعه بتطلبه. ثالثا بنحول قيمه المصروفات الدراسيه. بعد كده بجيب كل ده وباخد ميعاد فيزا دراسه وبقدم في السفاره، وبرده ممكن اخد وممكن ما اخدش. شفت بعد ده كله معايا موافقه جامعه ومعايا موافقه امنيه ودافع مصاريف الجامعه. طبعا القنصل حس او المراجعين حسوا ان الراجل ده مش رايح للدراسه، ده رايح للشغل. يعني احنا مثلا في مصر السفاره بتاعتنا في السعوديه، لما يجي واحد هناك يروح يقدم على فيزا من السعوديه عشان يجي مصر، طب ما هو لو مقدم الطلب هناك بيتبعت بيه ايميل على الخارجيه هنا، بيحصل فيه فحص وبيتاخد عليه موافقه علشان تتبيع التاني هناك. القنصل يروح طابع الاستيكر، يروح مديله الفيزا، يلا من حقك تخش مصر. نفس الموال في الدول الاجنبيه، ده اللي بيحصل فيه. عشان كده ان الورق مضروب. علشان كده دايما بننصح انت حتى لو ورقك قوي، حاول قبل ما تبدا تخش شنجل خش خد دوله تانية الاول واثنين فيزا عاديه. فيزا عاديه. يعني مثلا نجيب زياره للامارات، خد زياره للامارات واقعد هناك وخد الفيزا بتاعتك الكريدت اللي انت عاملها واصرف بيها هناك، يبان على الاقل على كشف الحساب ان انا معايا فيزا كريدت وصرفت بيها في البلد الفلانيه والمبلغ اللي انا بصرفه كذا. انا سافرت اصلا دول وسافرت ورحت وجيت، فمش مضيعه بالنسبه لي ان انا جاي اقدم عندك سياحه وانك تديني الفيزا وان انا اروح وارجع. والنصيحه اللي بقولها في الاول وفي الاخر، خدت فيزا سياحه وملفك سليم ما تكسرش الفيزا، ارجع واطلب تجديد. هتلاقي نفسك بتاخد مده اطول في مده اطول في مده اطول. هتلاقي نفسك مسكت النهارده فيزا فيها 5 سنين مالتي متعدده، تروح وتيجي في اي وقت انت عايزه. طب ليه اكسر فيزا؟ حتى لو انا في دماغي ان انا اقعد هناك واشتغل، روح وتعالى وجدد الفيزا، تاخد مده اطول. لما تمسك فيزا النهارده معاك ب3 سنين، هروح البلد اللي انا فيها اقدم على جواب عمل. لو جبت عقد عمل من اي شركه النهارده يتحول الفيزا لاقامه فوريه، ما دفعتش فيها حاجه. بخلاف ما انا النهارده اكسر الفيزا هناك وابدا اجراءات تعديل الوضع القانوني، هلاقي نفسي بدفع الوفات مؤلفه وبستنى سنين، وبالمحامي بيرفع لي قضيه واستنى الحكم فيها، ولا يوافقوا يا ما يوافقوش. طب وانا ليه اخش في دوامه زي دي؟ يبقى انا النهارده ملهاش لازمه. طبعا ملهاش اي 60 لازمه. طيب دلوقتي لو انا اصلا الفيزا بتاعتي اترفضت، تمام، ايه الخطوات اللي انا امشي فيها عشان اقدر ان انا ابقى اكسبتد او ابروف؟ بص يا سيدي، انا الفيزا اترفضت، هبص على اسباب الرفض، ومعظم الاسباب اللي بتيجي للرفض هو رقم 2 ورقم 10. اللي هو انا اما رقم 2 انا مش مقدم حاجه تثبت البرنامج بتاعي هناك، لا حجوزات، هم متشككين مثلا من حجز الفندق بتاعي، متشككين من وضعي المالي ان انا ممكن اروح واهرب هناك واكسر الفيزا. رقم 10 هو ما عندوش اسباب مقنعه انه يديك الفيزا، اوراقك مش قويه. فدي حاجات كلها بتخليه يديك رفض، سواء 2 سواء 10 سواء اي رقم. طيب الحل انا راجل مقتنع ان ورقي سليم وانا خدت رفض اول مره. النصيحه هنا قدم في نفس الدوله تاني، ما تقدمش في دوله تانية في نفس الوقت ولا بعدها بمده؟ بص انت من حقك تقدم تاني يوم، بس النصيحه اللي انا بقولها استنى على الاقل شهر تعدل فيه اوضاعك تاني وتاخد ميعاد تاني وقدم تاني بنفس الاوراق، بس دعمها. لو كان السبب بتاعي ان هو مش متاكد من محل اقامتي اللي هناك اللي انا هنزل فيه زي حجز الفندق، اعمل حجز فندق. لو متشكك النهارده من وضعي المالي وشايف ان الوضع المالي بتاعي وانا مسافر مش كافي ان انا اغطي رحلتي رايح جاي، ازود الوضع المالي بتاعي اللي هو الحساب البنكي، ادور على السبب اللي انا اترفضت بسببه واقدم ليه اوراق مقنعه علشان يوافقوا عليا. طيب دلوقتي هل يعني ازاي اضمن اني اجهز اوراق الفيزا صح مع اون تايم؟ احنا ما بنبداش تجهيز الملف الا بعد ما بنسال العميل بتاعنا 3 اسئله. المهنه بتاعتك وهل المهنه دي فعلا اللي موجوده في الباسبور انت شغال، ولا انت مجرد واحد ثبتك في الشركه عنده وطلع لك برنت تاميني وبيحول لك المرتب بتاعك والكلام ده كله، لان دي هتفرق معانا. طب لو هو حقيقي وانا شغال في الشركه دي وده الراتب بتاعي فعلا وبيطلع لي برنت التامينات والراتب بيتحول على الحساب وعندي عقد عمل مسجل في مكتب العمل والكلام ده كله، يلا يا باشا ده اول خطوه احنا انتهينا منه، اللي هو التاكد من الوظيفه بتاعتك، الحاله المهنيه. 2 الحساب البنكي بتاعك حركاته ما بقولكش روح هات لي كشف حساب من البنك، لا انت
تفتح الحساب بتاعك من على الابلكيشن من على التليفون، وبنبص على حركات الحساب. طب ده هيفيدك في ايه بقى يعني؟ ده هيفيدني في ان انا النهارده اقول للعميل ده لو كشف حسابه طبيعي وواقعي والحساب اللي والمبلغ اللي موجود فيه كويس، فانا اقدر النهارده ابقى يعني من جوايا كياسر اشتغل في الاوراق دي وانا مطمن عارف ان في تسهيلات من اون تايم. طبعا انا الاول بشوف الملف بتاعك ووضعك ايه. لو الوضع بتاعك يسمح ان انا اشتغل معاك انا بشتغل معاك، الوضع بتاعك ما يسمحش انك تاخد فيزا ولا تخش على الفيزا، بقول لك نصيحه ما تقدمش. انت عندك نقص في الحته دي وعجز في الحته دي والحته دي عايزه تقويه وده وده وده، بديك ارشادات انت عايز تلتزم بيها وتمشي فيها وتقويها ونرجع نشتغل مع بعض تاني ماشي. ما انتش عايز خلاص يعني الفيزا لو مش لو هتترفض انت بتديله زي طبعا ارشادات يمشي عليها ان هو يظبطها. طبعا كويس قوي. وبنصحك ما تقدمش، حتى لو بتقول لي انا هجازف وهشوف الدنيا هتعمل فيها، اقول لك جازف مع حد تاني مش معايا. معاك فلوس وعايز تخسرها خسرها مع حد تاني، انا حرام عليا ان انا اشتغل لك وانا عارف ان انت مش هتاخد فيزا، ليه هقدم لك؟ بس لو الاوراق كلها تمام وفيها قناعات وكل حاجه طبعا نضمن ان انت تقدر تساعده في ان هو يطلع الفيزا. بساعدك لكن اضمن لك الفيزا مفيش حد يقدر يضمن لك فيزا. اساعدك واحطك على الطريق الصح. النتيجه بقى النهائيه والقرار النهائي بتبقى في ايد المراجع والقنصل. الورق انت بتقدمه في اي مكتب تابع للسفاره، فانت بتقدم اوراقك بعد ما بنعمل دوسيه كامل مكمل ما فيهوش ثغره، بنسد كل ثغراته بنقدمه. في الحاله دي لما بيخش مرحله اولى فرز اول، بعد ما بوصل من المكتب بيعدل المرحله الثانيه، بيشوف القنصل بيطلع عليه بيلاقي فعلا ان في توصيه في الدوسيه، فبالتالي بيوافق على الفيزا، يقوم يطبعوا الاستيكر يلزقه لك يرجع لك الباسبور فيه الفيزا. النصيحه برضو اللي هرجع لها تاني، نصيحه اللي ياخد فيزا ما يكسرهاش ما انت خدت الفيزا والناس وثقت فيك، روح وتعالى. وزي ما اداك الثقه اول مره هيديها لك ثاني مره وثالث مره، ما عندكش ادنى مشكله، وهتاخد بمدد اطول من اللي انت خدتها اول مره وانت المستفيد. طيب يعني انا برضو سمعت عن الفيزا الشنجن ان احنا لو سافر عليها مره بتخلص ويقدر انه يجددها تاني بمده اطول. فهذا الكلام ده حقيقي؟ طيب انواع الفيزا 2، يا اما فيزا فردي يا اما فيزا مالتي. الفيزا السنجل انا بدخل وبخرج خلصت الفيزا. تمام. الفيزا المالتي مديني فيزا مثلا شنجل بمده وليكن شهر، من 15/2 ل 15/3 مع حق اقامه 15 يوم. يعني شوف صلاحيه الفيزا شهر بس مده الاقامه في البلد 15 يوم. انا من حقي اسافر مره واثنين وثلاثه واربعه خلال الشهر ده، بس كل المدد دي كل السفريات دي لما جمع عدد ايام اقامتي فيها داخل الدوله المفروض ما يتجاوزوش ال 15 يوم، والا اكون كسرت الفيزا. يعني انا ممكن اسافر اول مره 15/2 وانزل 17/2، يبقى انا قعدت هناك يوم، باقي لي من ال 15 كام؟ 14. ارجع اريح يوم واسافر تاني عادي، ارجع اريح يوم واسافر تاني عادي. المهم ان مده اقامتي داخل البلد خلال الشهر ده لا تتجاوز ال 15 يوم. بس مع الوقت بتزيد. في حاجه في السفاره بتخلي المده تزيد وبسرعه، لما اخد منهم فيزا مالتي اسافر بيها بدل المره 2 و3. في الحاله دي هيقول اول حاجه بتيجي في ذهن المراجع وذهن القنصل، لا ده بيسافر وبيجي وبيصرف عندي، ده عمله صعبه داخلالي مصاريف واقتصاد، حاجه بتزود الاقتصاد بتاع البلد، بيديك بمده اطول وبسرعه. خلاف لما تاخد مالتي ما تسافرش بيها الا مره واحده. يعني انا مثلا اداني فيزا مثلا ب 45 يوم مع حق اقامه شهر، انا رحت قعدت 29 يوم وجيت مره واحده، لما هاجي اجدد بعدها يديني ب3 شهور مش هيديني ب6. طب لو انا بقى خلال الشهر ونص ده سافرت مره واثنين وثلاثه، لا في المره اللي بعدها ممكن ما يدينيش ب6، ده يديني بسنه مره واحده. وممكن لو طلبت في الابلكيشن بتاع فيزا فرانس وانا بقدمه مثلا وانا بملى البيانات، انا طالب مثلا عدد سفرات متعدده 8 سفرات او 10 سفرات، ممكن يزود عن سنه كمان. طبعا يديك ب3 يديك ب5 متعدد. ايه المشكله؟ تمام. يعني تمام كده احنا خلصنا موضوع حلقتنا النهارده، ومبسوط جدا بجد ان احنا كنا الفتره اللي فاتت دي كلها وكل الحلقات اللي فاتت دي كنا بنتكلم سوا حبيبي يا استاذ، وفهمنا، وانا كمان شخصيا فهمت اكتر بكتير عن موضوع السفر والحجوزات. فشكرا جدا ليك وشكرا بجد على الاكسبيرينس انت اديتها لنا وسط الحلقات دي كلها. وزي ما عرفنا ان احنا عشان نخلص ورق الفيزا فاحنا محتاجين نقدم بروفs مقنعه ان احنا فعلا محتاجين ان احنا ابروف الفيزا دي. وان شاء الله الحلقه الجايه هيكون في مفاجاه حلوه قوي من المحاور، فاستنوا الحلقه الجايه من اون تايم بعد الفطار مع استاذ